تجربة مع بوتاجاز بوش استخدام 5 سنين. ده فيديو من قلب المطبخ بعد استخدام 5 سنين. مش جاي اكلمك بقى كلام نظري واعلانات، لا، ده بوتاجاز مستخدم 5 سنين استخدام يومي، اكل وطبخ، شغل تقيل كمان، بيت عيله. البوتاجاز ده طبعا لو جينا شفنا الشعلات لسه بتقييمتها لسه موجوده سليمه زي ما هي. كل مطلوب نصيحتي منك بلاش ميه كتير على البوتاجاز عشان ما تسدش. يعني البوتاجاز ده كان جاي مشكلته الفواني مسدوده طبعا من ايه، من الميه والحاجات دي. لو جينا نقيم البوتاجاز تاني، بوتاجاز جميل. ايه مشكلته اللي احنا برضو شفناها؟ الاوكر قشرت. طيب ده اوكر قشرت بعد استخدام 5 سنين، واللي هي السمار بان مش السواد بان فيها شويه. يعني لسه البوتاجاز برضو بحالته وتقييمه لا كبوتاجاز. عشان شفت ناس ياما مذبذبه شويه من البوتاجاز ده، يقول لك يا البوتاجاز دوت فيه عيوب، ده البوتاجاز دوت ده تقفيل مصري. لا، لو تقفيل مصري وبالشكل وبالجمال دوت والشعلات كلها الايطالي والحوامل التقيله. لو شفنا الاستانلس لسه بخامته، ولا شايفين ولا خرابيش فيه ولا سواد ولا صفار في الاستانلس اللي بنسمعه كلام كتير على النت. لا، الشعلات لسه بتقييمتها. الشعله العالي والواطي جبناه اهوت، وجبت لك من قلب المطبخ عشان تشوف الحاجه قدامك. عشان البوتاجاز ده حقيقي يستحق السعر، كل جنيه هتدفعه فيه لا يستحق فيه. بوتاجاز قيم وجميل وشكله جميل برضه، وتاخد قرارك برضه وانت عارف انت هتشتري ايه. نصيحتي لك انت بس غسيلك بحته سفنجه تلم وسختك اللي على الاستانلس او اللي هو على البوتاجاز وتمسحها. انما كبوتاجاز انا شايفه من وجهه نظري ليا انا شايفه بوتاجاز حلو وشغلته كلها جميله ومفيش اي حاجه. كل الموضوع اللي العميل اشتكى منه قبل كده مروحه التوزيع اللي في جوه في البوتاجاز كانت اتغيرت مره قبل كده. المروحه اللي جوه طبعا فرن واسع والشعلات بتاعته جميله والصواني لسه سليمه زي ما هي. طب الضمان بتاعه، لا الضمان كويس، وبالدليل الناس اتصلوا بيهم وجم غيروه. اللي عنده تجربه على البوتاجاز دوت يقول عليها، اللي شاف فيه مشكله يقدر يقولها.